السلام عليكم، مرحبا بكم عندي اليوم فيديو جديدة من قناة عالم ريم. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة وباش كتمناو يا رب. وجيت لكم بهاد الوصفة اللي هي غنية على التعريف، البسطيلة المغربية اللي ما يمكنش يبيت ملي يكون جاي عنده شي حد ويبغي يفرح به ما كيوجدلوش هاد الطبق اللي هو رئيسي عندنا، وما كاينش شي مناسبه ما كتكونش متواجده فيه البسطيله المغربيه، واجده بقوه. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا اليوم بغيت نقدمها لكم بهذا الشكل المختلف، شكل عصري، شكل جديد. كنتمنى يا ربي ترقكم وتنال الاعجاب ديالكم، واذا عجبتكم كنطلب منكم انكم تشجعوني وتدعموني. وكنشكر جميع الاخوات، جميع الناس اللي كيثقوا فيا وكيدخلوا عندي كيديروا لي ابوني لايك وكيخليوا لي كومونتير. كنشكركم جزيل الشكر. وعلى بركه الله نبداو في المقادير. وبالنسبه للمقادير غادي نعطيكم مقادير ديال بسطيله عائليه ديال 10 ديال الناس. غادي نحتاج واحد 3 كيلو حتى 3 كيلو ونص من الدجاج. غادي نحتاجو العطريه اللي غادي انا كنصوبها وانا كنقول لكم باش ما يجيناش الفيديو طويل. عندنا واحد المعلقه صغيره عامره من سكينجبير، وعندنا معلقه من الخرقوم البلدي معلقه صغيره، عندنا نص معلقه صغيره من الابزار فلفل اسود، وغناخدو كميه من الملح. وغادي نخلطو هاد العناصر بواحد 4 كاس صغير من الماء على هاد الشكل اللي كتشوفوا. ومن بعد غادي ندغمرو به هذاك الدجاج اللي عندنا، وغادي نتركوه جانبا على الاقل ساعه المكانه. الا وقفتوا عليه وكنتوا زربانين ممكن ديروا ديك الساعات، او لا تقدروا عاود ليله كامله ترقدوه في الليل ويصبح عندكم واجد في الصباح. وبالنسبه للعناصر الاخرى اللي غادي نحتاجو في البسطيله ديالنا، دامه من الزعفران، واذا كان عندك شعره غادي يكون احسن، واحد العويدات 3 العويدات من القرفه، 2 معالق كبار من المعدنوس، معلقه صغيره عامره من السمن، 2 فصوص من الثوم اللي ما نقدرش نستغنى عليهم ولو تكون بسطيله. غادي نحتاجو من بعد القرفه، وواحد المعلقه صغيره من العسل. وبالنسبه لعقده اللوز غادي نحتاجو 500 غرام من اللوز، وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره من القرفه، ومعلقه كبيره من الزبده، وواحد 200 غرام من السكر سنيده. وغادي نحتاجو واحد 6 ديال البصلات اللي هما مشلضين على هذا الشكل، 6 البصلات كبار. وغادي نحتاجو الزيت الزيتون والملح. غادي ناخدو الدجاج ديالنا اللي خليناه يرتاح من قبل، غادي نوضعوه على البصل. وغادي نضيفو عليه زيت الزيتون او زيت نباتيه كيف ما كتبغيو. غادي نوضعو 2 معالق ديالنا ديال المعدنوس والسمن والعويدات ديال القرفه واحد 3، والدامه ديالنا ديال الزعفران غادي نبركو عليها على هذا الشكل ونوضعوها فوق الدجاج ديالنا. و2 دريسات ديال الثوم اللي عندنا غادي نهرمشوهم بحال هكذا. وغادي نخلطوا الكل مزيان. غادي نضيفوا عليهم الملحه، وغادي نديروهم فوق عافيه مهيله، وما غاديش نضيفوا عليهم الماء نهائيا. البصله غادي تطلق الماء ديالها كيف ما كتشوفوا دابا. غادي نخليوهم على عافيه مهيله حتى يطيب الدجاج ديالنا ونطلقوه. وفي هذا الاثناء غادي ناخذوا اللوز ديالنا، غادي نوضعوه في الفرن اللي ديجا مسخنينه من قبل على درجه حراره 150، وحنا كنقابلوه حتى كيتحمر ونرجع معكم. وهنا كنوريكم الدجاج ديالنا كيفاش طلق. هذيك البصيله طلقات
الماء اللي فيها بدون ما نضيفو عليه الماء. صافي كنخليوه حتى كيطيب. ومن بعد في هذه الاثناء هذه كان الدجاج ديالنا طاب عندنا. غادي نبقاو نزولوه دابا. غادي نوضعو الدجاج بوحديتو نخليوه يتسقطر، و غادي نبقاو نشحرو في البصيله ديالنا حتى توقف عندنا ونرجع معكم. في هذه الاثناء اللي البصيله عندنا باقا كتشحر كنضيفو لها واحد المعلقه صغيره من القرفه اللي كيفضلها. وحنا ماشيين في هذه الوقيته هذه بدات كتوقف عندنا المريقه ديالنا، كنضيفو عليها واحد الملعقه صغيره من العسل باش نوازنوا المذاقات. وهنا كتكون المريقه ديالنا وقفات عندنا. في هذه الاثناء غادي نبداو نضيفوا لها البيض اللي ديجا طربناه في واحد السلافه من قبل، خلطناه مزيان. وحنا هكا على شكل خويط حنا كنصبوا البيض ديالنا وحنا كنحركو باش ما يتكونش لينا هكا شي كتولات كبار. كنبقاو نخلطو فيه كيف ما كتشوفوا وكنحركوه على عافيه مهيله. في هذه الاثناء هذه ناقصين من العافيه، وحتى غادي يتجمع عندنا البيض ديالنا وتنشف عندنا المريقه ونرجع معكم. وبالنسبه للبيض غادي نحتاجو من 6 حتى 7 البيضات. وهنا كيف ما كتشوفوا بدات كتنشف المريقه ديالنا، هذاك البيض بدا كينشف. هنا باش غادي نعرفوا راه البيض ديالنا وقف عندنا، غادي نحاولوا نضغطوا عليه مع الجانب ديال الطنجره، وغنضغطوا عليه بهذيك الملعقه الخشبيه بحال هذا الشكل، وغادي نشوفوا واش باقي كيخرج منه شويه من المرق او لا ما بقاش فيه. تما كنعرفوا باللي راه واجد عندنا ونقدروا نستعملوه. وفي هذه الاثناء من بعد ما طفينا على البيض ديالنا وغادي نخليوه يبرد، غادي ناخذوا الدجاج ديالنا وغادي نحاولوا نفرتوه كيف ما غادي تشوفوا. غادي نزولوا له العظيمات ديالو وكلشي، غادي نخليو غير الهبيره ديالنا كيف ما غادي تشوفوا، ونتلاقاو من بعد. وها هو الدجاج عندنا من بعد ما فتتناه وجد عندنا، غادي نوضعوه جانبا. ودابا غادي نرجعوا للوز ديالنا من بعد ما تحمر وبرد عندنا. دابا غادي نطحنوه مع السنيده وواحد 3 ديال المسكه الحره. ومن بعد ما غادي نطحنوه غادي نضيفوا عليه معلقه صغيره من القرفه والمعلقه الكبيره من الزبده. وغادي نحتاجو من بعد الورقه وصفر البيض باش غادي نلصقوا الورقه ديالنا. في هذه الاثناء غادي نطحنوا كيف ما قلت لكم اللوز مع السكر ومع المسكه الحره ونرجع معكم. ها هي العقده ديالنا كيف ما كتشوفوا وجدات. حنا دايرين بسطيله هماويه، ما غاديش نوضعوا فيها اللوز مهرمش، غادي نديروا العقده ديال اللوز كيف ما غتشوفوا معايا. وفي هذه الاثناء غادي ناخذ واحد الكميه من الزبده 125 غرام، غادي نوضعوها فوق البوطه وغادي نخليوها فوق البوطه حتى غادي تشرب كاع داك الماء اللي فيها. وغادي نحصلوا على بوغ دو نوازيت، هو اللي محتاجينه كيجي لذيذ، حتى اذا خدمنا به كيجي في المذاق لذيذ. وهنا عندنا العقده ديالنا، غادي ناخذوا واحد الصينيه اللي حنايا ناويين ناخذوا بها القياس ديال البسطيله اولا غادي نصاوبوا قدها البسطيله ديالنا. فغادي نصايبوا العقده خصها تكون عندنا على قد البسطيله. فهاد الاثناء غادي ناخذوا كيف ما كتشوفوا ورق الطبخ وغادي نوضعوا فيه عقده اللوز اللي عندنا، ومن بعد غادي نغطيوها عاود بورق الطبخ وغادي نضغطوا عليها بالمدلك اولا باليدينا. المهم تاخذ داك الشكل ديال الصينيه اللي عندنا، داك الشكل الدائري وتكون على قدها هكذا باش ملي نبغيو نركبوها من بعد في البسطيله تكون عندنا العبار هو هذاك. انا عطيتكم العبار ديال بسطيله كبيره ديال 10 ديال الناس، يعني ديال بسطيله عائليه، لكن انا غادي ندير بسطيله متوسطه الحجم. لهذا ما غاديش نستعمل اللوز كامل اللي عندي، غادي نخلي منه واحد الكميه. وفي هذه الاثناء غادي ناخذوا الورقه ديال البسطيله
الناس ديال المغرب راه عندهم الورقه طريه وزوينه وكتاخدوها في النهار اللي بغيتو تستعملوها. حنا ما كنجبروش هذيك الطريه، فكنقضيو باللي كاين هاد الورقه ماشي زوينه بزاف، ولكن ما بغيتش نستعمل ورقه الفيلو. هذه كتكون احسن ورقه الفيلو كتعجبني في البريوات. فغادي ندهنوا الورقه ديالنا بداك الزبده بور دو نوازيت اللي وجدنا من قبل على هذا الشكل حتى ندهنوا الوريقات كاملين اللي محتاجين ونرجع معكم. وها انا رجعت معكم في هذا الاثناء. غادي نبداو على بركه الله نصايبوا البسطيله ديالنا. غادي ندهنوا الطاوه اللي غادي تستعملوا البسطيله، غادي ندهنوها على هذا الشكل، وغادي نبداو نحطوا الوريقات ديالنا ديال البسطيله اللي حنا دهناهم من قبل. وكيف ما كتشوفوا غادي نبدا نركب الوريقات ديالي. غادي نبدا بوحده غنديرها في الوسط. دابا انا في الاخير غادي نقلب، ملي غادي نقلب البسطيله ديالي في الطبسيل غادي يكون الوجه ديالها الرئيسي هو هذا التحتاني اللي كنوجد له انا الورقه، فلهذا كندير الورقه الاولى في الوسط باش كتكون هي في الواجهه، ومن بعد كنركب عليه واحد 4 ديال الورقات في الجناب. نتوما بطبيعه الحال اللي غديروها اكبر من هذا الشيء غادي ديروا 5 ولا 6 الورقات في الجنابات. على هذا الشكل غادي ناخذوا العقده اللوز ديالنا اللي شكلنا من قبل وغادي نبداو نوضعوا فيها. بالحق انا غلطت ونورمالمون كندير هاد الطبقه كنديرها في الوسط ونسيت ودرتها هي الاولى وقلت صافي خليها ماشي مشكل. كطبقه اولى ممكن توضعوا الدجاج هو الاول عوض العقده اللوز، وكطبقه ثانيه توضعوا عقده اللوز، وكطبقه اخيره توضعوا البيض ديالنا اللي مع البصل. وغادي نبقاو على هذا الشكل. غادي نخليكم مع الطريقه ونرجع معكم من بعد. ودابا غادي نوضعوا هنايا البصل مع البيض اللي وقفنا من قبل. كيف ما قلت لكم تقدروا توضعوا كطبقه اولى الدجاج، وفي هذه الطبقه الثانيه توضعوا عقده اللوز، وفي الطبقه الاخيره هي اللي يكون فيها هذه. انا مع الكاميرا شويه ضغط وقلبتهم ولكن ماشي مشكل. فغادي نبقاو نثبتوا الحشوه ديالنا، ودائما نركزوا على الجنبات فيهم كاملين. نركزوا على الجنبات ديال المول ديالنا يكون عندنا عامر، وهكذا حتى غادي نفرشوا هذه الطبقه وغادي نتبعوها بالطبقه ديال الدجاج ونرجع معكم. ومن بعد ما كملنا الطبقه الاخيره ديالنا غادي ناخذوا ورقه ديال البسطيله كيف ما كتشوفوا، غادي نديروها فوق الدجاج، ومن بعد غادي نبقاو نجمعوا الجنبات ديالنا باصفر البيض على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وعلى اي حال هاد الجهه الفوقانيه من بعد غادي تكون عندنا من التحت. من بعد ما غطيب البسطيله غتكون عندنا من التحت، غادي نلصقوها هكا باصفر البيض نثبتوها به مزيان ونتلاقى معكم. غادي ندخلوها الفرن على درجه حراره متوسطه حتى تطيب على خاطرها ونرجع معكم. غادي ناخذوا ورقه ثانيه شكل نوع اخر من الورقه باش غادي نستعملوا للتزيين، لانه الورقه اللي استعملت في البسطيله كانت ماشي من النوع الجيد وبردات دغيا بواحد السرعه، فقررت ناخذ من هذه ونكمل بها التزيين. غادي ناخذ منها القياس اللي انا محتاجه فقط، ومن بعد غادي نوريكم طريقتي كيفاش انا كنحتفظ عليها وكتبقى طريه. هي هذه ديال المجمد، اذا ما كنتوش غادي تعاودوا تستعملوها في هاد الغضون ديال هاد الايام، فسدوها مزيان كيف ما غنوريكم وردوها المجمد. من بعد ما كناخذ القياس اللي بغيت كنعاود نردها البلاستيك ديالها وكنحاول نخرج منها الهواء ديالها.
ومن بعد كناخذ واحد السكوتش كنوضعوه عليها كيف ما غادي تشوفوا، وكنسدو بها ونردها للمجمد، كتبقى صالحه مزيانه ما كتخسرش. هذه هي طريقتي في تخزين هذه الورقه. وفي هذا الاثناء كنبداو نفرقوا في الورقه ديالنا، كنفرقوهم كاملين، ومن بعد كندهنوهم بالزيت اولا انا بقات لي الزبده اللي كنت دهنت بها بسطيله فغادي نكمل بها. غادي ندهن هاد 4 الوريقات اللي انا محتاجه ونتلاقى معكم. وفي هذا الاثناء من بعد ما دهنا الورقه ديالنا غادي نبقاو نشكلوها على هذا الشكل، بحال اللي كنصايبوا في شي مروحه على هذا الشكل، مره من هنا ومره من الجهه الاخرى، وحنا كنطويو فيها كيف ما كتشوفوا حتى في الاخير كتكون عندنا بحال المروحه كيف ما قلت لكم من قبل. ومن بعد ما شكلناها غادي نتنيوها على زوج كيف ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نفتحوا لها هذوك الشنينفات ديالها وغادي نقبطوها بواحد العود الاسنان كيف ما كتشوفوا. غادي نقبطوها من الراس وغادي نشكلوا الثانيه والثالثه حتى غنوصلوا الرابعه، وغادي نوريكم كيفاش غادي نلاقيوهم من بعد. ومن بعد ما شكلناهم ب4 بهم غادي نوضعوهم في واحد الطاوه ديال الفرن اللي غادي ندخلوها من بعد الفرن. فاحنا شكلنا 4 وغادي نبداو نلصقوهم بهذاك الكوردون اللي فيهم او عود الاسنان. غادي اولا انا خديت العبار ديال البسطيله اللي عندي وديال المول، كناخذوا العبار من القطر ديال البسطيله من الوسط ديالها حتى الجانب، وكنشوفوا واش ديك الورقه ديالنا اولا زايده غادي نقصوا منها. وفي هذا الاثناء غادي نبداو نحلوا الوريدات ديالنا اولا المروحه ديالنا على هذا الشكل، وحنا كنفتحوا فيهم في المروحه ديالنا وحنا كنلصقوا الطرف الموالي. دابا عندنا الثالث غادي نلصقوه دائما بعود الاسنان، كنقسموه على زوج اولا كنوضعوا عود الاسنان ومن بعد كنهرسوه من هذاك الجنيه وكنلصقوا فيه الورقه الاخيره اللي بقات عندنا كيف ما كتشوفوا. المهم كنبقاو نثبتوا بهم، كنبقاو نثبتوا في الورقه ديالنا بعود الاسنان حتى كنشكلوا هاد المروحه اولا هاد الشكل ديال الوريده الاكثر من رائع اللي كيضيف للبسطيله ديالنا واحد الجماليه وواحد الرقي ما شاء الله. ومن بعد كنبقاو نلصقوا في هذوك الجنبات باصفر البيض اللي عندنا. ومن بعد ما شكلنا الوريده ديالنا على هذا الشكل، وهذاك البقايا اللي بقات عندنا من الورقه اللي كنا قطعنا قبيله ما غاديش نضيعوها، غادي نجمعوها بهذا الشكل هذا، غادي نوضعوها حتى هي بحال شي عش نقدروا نحتاجوه في التزيين، وغادي ندخلوه من الفرن على درجه متوسطه ونرجع لكم. وهنا من بعد ما وجدت لنا الورقه ديالنا اللي شكلنا، ها هي على هذا الشكل كتجي، كنحتفظوا بها جانبا حتى الاخير. وهنا من بعد ما وجدت البسطيله ديالنا خرجتها من الفران كتحمر كتعطي واحد اللون رائع بالحق. طيبوها على عافيه مهيله وخليوها على خاطرها، ما غاديش نزربوا عليها باش ما تحرقش. وغادي نقلبوا المول ديالنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كنزولوا داك التبصيل ديالنا وكيصبح عندنا هذا الشكل اولا هذه الجهه هي الاماميه هي اللي كتكون من الفوق. وكناخذوا العسل ديالنا وكنبقاو نضيفوا على البسطيله هكذا كيف
كيف ما كتشوفوا من الفوق ومن الجنبات. من الجنبات بالاخص خصهم العسل يكون فيهم مزيان باش من بعد نقدروا نلصقوا على الجنبات ديالنا رقائق اللوز كيف ما غتشوفوا معايا من بعد. وهنا غادي ناخذ واحد الكميه من رقائق اللوز اللي انا حمرتهم من قبل في الفرن على هذا الشكل، وكنبداو نوضعوا فيهم في الجنبات ديال البسطيله ديالنا على هذا الشكل. كنبقاو نلصقوا فيهم مع هذاك العسل اللي حنا دهنا من قبل، وحتى غادي نكملوا التزيين ونرجع معكم. وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه من بعد ما زينا الجنبات ديال البسطيله ديالنا برقائق اللوز. كيجيو رائعين على هذا الشكل. وفي حاله ما بانوا لك بعض الفراغات اللي باقيين خاويين كناخذوا هكذا رقائق اللوز كنوضعوا فيهم العسل وكنلصقوهم في الاماكن اللي بانت لينا باقيين فيها الفراغات. ومن بعد كناخذوا المروحه ديالنا صايبنا قبل كنوضعوها الفوق على هذا الشكل هذا. وفي هذا الاثناء كناخذوا طبق التقديم اللي غادي نقدموا فيه البسطيله ديالنا، كنوضعوا فيه البسطيله على هذا الشكل هذا، وكنكملوا التزيين ديالنا كما غتشوفوا معايا دابا. وهنا كناخذوا واحد الكميه بسيطه جدا من عقده اللوز اللي عندنا، وكناخذوا واحد الكميه من السكر الثقيل، وكنبقاو نشكلوا هذيك العقده ديال اللوز اللي عندنا على هذا الشكل بحال هكذا. ومن بعد كنفندوها في السكر الثقيل باش نزينوا بها. وفي هذا الاثناء كناخذ واحد المعلقه صغيره من القرفه على هذا الشكل هذا، كنوضعوها في الوسط ديال ديك الوريده اللي عندنا، كنبقاو نشكلوها على شكل دائره. ومن بعد في وسط هذيك الدائره ديال القرفه كنبداو نزينوا بهذوك الحريبلات ديال عجينه اللوز اللي عندنا على هذا الشكل. كنحصلوا على هذه اللوحه الفنيه الرائعه كيف ما كتشوفوا، كتكون اكتملت عندنا الصوره، وهكا كنقدم لكم الشكل النهائي ديالها. كتجي روعه، طبق اصيل وبشكل جديد بتقديم غزال راقي كيف ما كتشوفوا، شكل راقي جدا، وتحمري به وجهك قدام الضيوف ديالك وعلاش لا حتى عائلتك. كتجي لوحه فنيه رائعه. وانا من الناس اللي كيعجبني دائما التجديد في الاطباق المغربيه، كنخليو الاصاله ولكن كنضيفوا المعاصره. فبهذا كنقول لكم كنتمنى تلقاكم هذه الوصفه في احسن الاحوال. واذا عجبتكم الوصفه ديالي ديال اليوم تخليو لي لايك ومزيد من الدعم، تزيدوا تدعموني باش نوجد لكم دائما الجديد ديالي. وفي الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نوريكم طريقه فاخره باش غادي نقدموا البسطيله ديالنا بشكل مختلف وبطريقه روعه. خليكم معايا. وبهذا كنقول لكم استودعكم الله الى الفيديو القادم ان شاء الله، والى اللقاء.